عثمان الخميس الخسيس هو بنفسه لما سئل عن بول الأنعام والطيور والدواب وبراز الأنعام والدواب والطيور قال إنها طاهرة، واستدل بحديث النبي أن صلوا في مرابض الغنم. ويبدو أنه نسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا في مبارك الإبل، فليس كل ما يؤكل وهو حلال فبوله طاهر، كما قال شيخكم قال هذا. وإذا سئل عن دم نبينا عليه صلوات ربي الذي بكلام نبينا أصبح بول الغنم ومرابض الغنم طاهرة، بماذا؟ لأن رسول الله قال هذا. ثم إذا سئل عن دم رسول الله يقول أنه إذا خرج منه ليس طاهر.